السلام عليكم، عاملين ايه؟ عملنا قبل كده مع بعض برجر اللحمة وكان بجد خطير جدا. هنعمل مع بعض المرة دي برجر الفراخ المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة وهيطلع اجمل واحلى ان شاء الله. نسمي بسم الله وندخل على المقادير. اول حاجة نجهزها مع بعض، نجهز عجينة الكايزر. بولة فاضية ونزلت ببيضة على ربع كوباية من الزيت على 3/4 كوباية مية دافية ومعلقة كبيرة من السكر والخميرة واللبن البودرة. ومعايا كده نقطتين من الخل. الخل هنا علشان زفارة البيض، عشان يمنع زفارة البيض وبيعمل هشاشة للعجينة حلوة قوي، بيخلي العجينة كده معاكي هشة وحلوة قوي. اقلب كده مكوناتي كده كويس وانزل عليهم بنص كيلو دقيق منخول وعليه ربع معلقة من الملح، بما يعادل بالكوباية المعيارية 4 كوبايات من الدقيق. اعجن بقى العجينة بتاعتي كده ما يقلش عن 4 أو 5 دقايق، اعجنها كويس. معايا بقية الكوباية المية الدافية، كل ما احس ان العجينة عايزة مية، عايزة شوية من المية، بديها شوية بالشكل ده كده. بنزل ببقية كوباية المية تدريجيا واحدة واحدة لغاية لما اظبط العجينة بتاعتي. اهم حاجة ان انت تعجني العجينة بتاعتك كويس. انا هنا العجينة اخدت معايا كوباية المية وخدت حوالي 3 معالق من المية كمان على الكوباية. عجنت كده العجينة بتاعتي كويس ما يقلش عن 4 أو 5 دقايق لغاية ما بقت العجينة معايا ما شاء الله ملمسها ناعم وبالشكل ده كده، لغاية ما بقت العجينة معايا ممتازة جدا. مسحة بقى كده من الزيت في الطبق وعلى العجينة واغطيها بكيس بلاستيك واسيبها تخمر. على ما العجينة تخمر هنجهز عجينة البرجر معايا كده صدر من البانيه حوالي 300 جرام، قطعته كده لمكعبات صغيرة. ومعايا رغيفين من الفينو، قشرت الوش بتاعهم وقطعتهم قطع صغيرة ونزلت عليهم بربع كوباية مية دافية واسيبهم كده على جنب. معايا الكبة بتاعتي نزلت بالصدور المتقطعة واديها فرمة كويسة كده في الكب بالشكل ده كده. انزل عليهم برغيفين الفينو بس بعد ما تصفي منهم المية كويس. معايا التوابل بتاعتي، معلقة بهارات برجر كبيرة، نص معلقة من البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، الجنزبيل، السبع بهارات، الملح. بهارات البرجر دي يا جماعة الجاهزة اللي هي بتاعت ماجي دي بجد خطيرة قوي، بتخلي البرجر طعمه احلى من بتاع المحلات، زي بتاع المحلات واحلى كمان من بتاع المحلات. حطي كده معلقة كبيرة منها. فرمت بقى كده المكونات بتاعتي دي كويس، فرمتها فرمة كويسة في الكبة. بسيب بقى العجينة دي كده في التلاجة حوالي 10 دقايق، ترتاح كده في التلاجة حوالي 10 دقايق. معايا بقى الكريسب بتاعي دوت كورن فليكس مضروب في الكبة كده كويس، او بقسماط خشن كده، بقسماط كريسب يعني للفراخ الكريسب من عند العطار. ابتدي بقى اقطع اقسم البرجر كده، عجينة البرجر كده معايا يعني عملت معايا حوالي 8 برجرات. صدر البانيه اللي حضراتكم شفتوه دوت عمل معايا حوالي 8 برجرات وحجمها كان كويس. معايا بقى كده طبق فاضي فيه شوية مية، ببل كده البرجرايه بلة بسيطة خالص من المية، مسحة كده مسحة بسيطة خالص من المية، وانزل فيها، انزل بقى في الكورن فليكس دوت. طبعا الكورن فليكس ده برضو متبهر عليه معلقة فيجيتار كده كبيرة، حار او عادي اللي يعجبك، وعليه رشة من الملح. تاني معايا اهو اخدت كده الكورة بتاعت عجينة البرجر، لحمة البرجر كده، بديها مسحة من المية كده بسيطة وانزل في الكورن فليكس دوت من غير بيض بقى ولا لبن ولا اي حاجة خالص، والقشرة بتبقى ثابتة عليها مش بتفك ولا حاجة. خلصت كده الكمية بتاعتي ادخلها التلاجة ترتاح.
كانت العجينة معايا ما شاء الله خمرت وبقت جميلة ازاي. ابتدي بقى كده افضي الهواء منها واقطعها. حجم الكورة كده بيكون قد البيضة الكبيرة كده شوية، يعني حجم الكيزراية كده هنقسمها قد البيضاية الكبيرة كده شوية. النص كيلو دقيق بيطلع معاكي حوالي 11 كيزراية. قطعتهم بالشكل ده كده، اديهم بقى مسحة من الزيت كده بسيطة، واغطيهم بالكيس تاني واسيبهم يرتاحوا شوية. وبعد ما ارتاحوا معايا طبق بقى فيه سمسم ابيض، اخد كل كورة كده بالشكل ده وانزل في السمسم بالشكل ده كده. وزي ما هي معايا بقى صاج مدهون دهنة زيت بسيطة او الصينية بتاعتي، وارصهم. بس اهم حاجة انه يكونوا بعاد شوية عن بعض، ما تحطهمش كده جنب بعض علشان اعملي حساب لما تختمر، واعملي حساب السوا بالشكل ده كده. اسيبهم بقى كده على جنب لغايه ما يخمروا. هنا كده العجينه كانت خمرت معايا ما شاء الله. بص عامله ازاي. طبعا بقى بتدخليها على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص فوق، بتشغلي عليها الفرن فوق وتحت. بتاخد معاكي حوالي 7 أو 8 دقايق. على ما بقى الكايزر يتخبز معانا هنجهز بقى كده معانا صوص حلو قوي للبرجر. معايا كده قد 4 معالق من الكاتشب و4 معالق كبار برضو من المايونيز. اقلبهم كده مع بعض كويس. معايا هنا خس كابوتشا متقطع قطع صغيره، وخيار مخلل متقطع قطع صغيره، وبصلايه صغيره خالص قطع صغيره برضو. وانزل بقى كده على الكاتشب والمايونيز كده، واقلب الصوص بتاعي ده كده تقليبه كويسه. هنا الكايزر كان طلع معايا من الفرن، اديته بخه من الميه وغطيته فوطه نظيفه علشان يفضل طري معايا. ابتدي بقى اقلي البرجر بتاعي في طاسه كده او حله فيها زيت غزير كده، واسمي الله واقلي البرجر. وطلع معايا بالشكل ده كده. اديت برضو للكايزر كده تحميصه، وابتدي اقفل الساندوتش بتاعي. اخدت كده شويه من الصوص اللي عملناه دوت. عايزه حابه تزودي عليه مستردة زودي، حابه تزودي عليه هوت صوص لو عايزاه سبايسي زودي اللي تزوديه. هنا التركيبه دي بقى حسب ذوقك انت. بصي بقى ما شاء الله الساندوتش حاجه كده بيتي نظيفه. انت عارفه انت عامله ايه، مكوناتك ازاي، حاطه ايه على ايه. يعني مش زي بقى بتاع بره مش ضامنينه حاطين ايه عاملين ايه. فحاجه كده انت عاملاها لاولادك بايديك الجمال دول، حاجه نظيفه بمعنى اصح. وفي نفس الوقت طعمها والله العظيم طعمها احلى من بتاعه المحلات بكتير. جربي البرجر بطريقتي هيعجبك جدا. وما تنسيش لو جربتيه وعجبك تعملي لي لايك الجميل بتاعي.